بدنا نعرف أكتر لأنه إحنا اليوم في من سنة تقريبا خبرته إنه في الألبوم الجديد بده ينزل على على السوق، ولكن لليوم يعني الجمهور متحمس ليعرف بالضبط متى بده ينزل. يا وانا شوقتنا زي ما بقولوا. دائما يسالوني هذا السؤال واقول لهم انا مثلكم ناطر، والله العظيم انا مثلكم. بس بدنا وعد هالمرة تقولنا يعني تقريبا متى بده هو ينزل. ما في يعني انا بالنسبه لي يعني سلمت خلاص يعني الالبوم يعني، وبعدين اشتغلوا على التقنيات يعني المفروض الجمهور يسمع باحلى كواليتي باحسن كواليتي. فالحقيقه المنصات كلها حريصه انه تقدم للجمهور بشكل راقي. يعني مع المفروض بعد ما امامك مدير اعمال المفروض يعني اسابيع. خبرنا المفروض اليوم اسابيع أسابيع. يعني يعني المفروض هلا بدنا يعني نعرف يعني خلال أسابيع جمهورك بده المفروض يعني هم ما يريدوا ينزلوا بطريقه اذا ما يكملوا كل شيء حولها بصراحه يعني. مين تقريبا كم أغنية بدها تنزل؟ مع مين تعاوننا في هذا الألبوم؟ يعني حتنزل تقريبا 13 قصيده. هاي البوم قصائد فقط، لان كنا يعني حنسمع قصائد من فقط أول. والالبوم للمستقبل هو اللهجه العاميه العراقيه حتكون. يعني هذا بعد ما نسمع هذا الالبوم نكمل ان شاء الله يعجبهم يا رب. اكيد شارك بي يعني استاذنا الكبير الراحل صديق العمر كريم العراقي. تقريبا اعتقد ثلاث قصائد له مهمه جدا بالنسبه لي، واول قصيده صورتها له يعني حتنزل اول وحده هي القصيده. يعني هلا الصبايا مبسوطين بدنا نحكي يا كاظم. يعني دائما انت حضرتك زي ما بقولوا يعني مدرسة الحب، منهج في مدرسة يعني الحب. بس هذا الالبوم يعني في دراما كثيره يعني حقيقه في يعني هو الناس حتبكي اكثر ما يعني ان شاء الله مو بكي يعني بس هو تعبير عن يعني ظروف حصلت، قصص حقيقيه حصلت يعني حصلت مع يعني واحدة من القصائد حصلت مع الله يرحمه كريم العراقي وترجمها يعني إلى قصيدة. حتى من بعث لي إياها قلت له أبو ضفاف، قلت له هذه أنت، هاي روحك يعني كلامك حياتك. قال لي هو بابتسامته المعهودة معي قال لي أنت ما تقعد راحة، أنت يسوي لي هالشكل. انت كأنك فاهم وعارف يعني الدراما اللي هو يمكن لمسها في حياته. وفي أيضا يعني لا تظلميه، لا تظلميه. وأيضا قصيدة للشاعرة من فلسطين دارين شبير، قصيدتين رائعة طبعا. وأيضا قصيدة لشاعرة من اليمن شابة بالعشرينات أول العشرينات، بس قصيدة كأنه كتبها واحد يعني قد ايه فيها تشجيع يعني كمان للشباب، هذه مش هو بس أكيد الاسامي. الأستاذنا الكبير نزار قباني يعني دائما له حصة يعني. لازم تقريبا 3 قصائد له، وأنا كتبت قصيدة واحدة. شو العنوان تبع؟ والأستاذ داود الغنام من العراق كتب قصيدة رائعة طبعا ينترح له. والأستاذ خليل علبوني أيضا كتب أغنية أعود إليك. كيف سأنقذ نفسي من أشواقي وأحزاني. قولي ماذا أفعل فيك، أنا في حالتي. دائما الجمهور كمان بيسأل قد ايه كان في نجاح كبير في ذا فويس. هل المفروض الجمهور اليوم ينتظر عودة لذا فويس؟ هل في تعاونات عم بتصير، في كلام بينك وبين زملاء؟ لا أنا ما في أروح برامج بعد، هي مسؤولية كبيرة. لا فكانت آخر يمكن لا كان خلاص بالنسبة لي صعب جدا، صعب بالنسبة لي صعب جدا أروح أي برنامج يعني بصراحة.
في أي تواصلات بينك وبين الزملاء اللي كانوا موجودين زي الفنان يعني صابر بنفس رباعي؟ مناسبات طبعا يذكروني واذكرهم، رائعين طبعا. انا كثير حبيتهم، يعني لانسانيتهم جواهم، طيبتهم، ولطبيعتهم الحلوه، يعني مثل ما هم معك خارج مثل ما هم امام الكاميرا، فهاي كانت تعجبني فيهم الشخصيه.